قانون الحشد أول ما ابتدأ هو قانون تقاعد الحشد. نعم. وكان المقصود به فالح الفياض فقط. نعم. وصار بمماحكات، جزء مع فالح، جزء ضده، جزء يريد طلعه، جزء يريد كذا، باعتبار والصراع سياسي. صراع سياسي واضح. صراع سياسي شيعي. شيعي فقط. حتى نخلص من هاي قضية التقاعد ونعبرها، لأنه إذا أقر هذا القانون قيل من قبل الإطار أنه ربما يكون آلاف مؤلفة راح يطلعون تقاعد، وذولا محتاجين خبرتهم الآن، عمرهم كبير بس محتاجين خبرتهم في الحشد. مو وقتها كان الوضع مضطرب، كان بالي غزة والقتال والمناوشات، فيقول لك مو وقتها هسه هذه. وعليه حتى نعبر هاي المسافة فنسحب قانون التقاعد ونرسل هيكلية الحشد، اللي هو قانون بارد ما بيه شيء، إعادة ترتيبه يعني توصيفه، لأنه الحشد بدون هذا الهيكلية رئيس الحشد والأبسط جندي بنفس التوصيف، ما عندهم توصيف. طيب نريد يطلعون تقاعد أو تدري هاي لازم بها توصيفات وبها كذا إلى آخره. زين. جانب صار الانتخابات، اجى ترامب افندي قال ما اريد الحشد. قانون الحشد ما اريده. قلنا له يابا هذا القانون مفيد لنا، وهو ايضا ينظم شغل الحشد، وبنفس الوقت يعني يساعد على ان يقترب الحشد من الاجهزه الامنيه الى يعني حاولنا نبررها تبريرات كثيره ما تفيد ولا ما فاد. حجه كانوا احنا يعني كنا نشعر انه التاثير هو اسرائيلي لضرب العراق، لان العراق يعتبروه، اسرائيل تعتبر ضرب العراق جزء من لا يتجزا من الحرب القائمه في المنطقه والاولويات ضمن اولويات. لكن الامريكان في فتره من الفترات رفضوا ان يستهدف العراق ما لم، وكانوا يقولوا لنا احنا بدنا نضغط على اسرائيل حتى لا تضرب، فرجاء لا تسوون مشاكل، لانه احنا مره نضغط مرتين ثلاثه اربعه بعدين نفلت الامر. هاي من كان اكو وحده الساحات. نعم. اقتنع الفاعل السياسي هنا الشيعي. خلاص وصلنا الى كونكلوجن بالائتلاف اداره الدوله. كونكلوجن عام. طبعا هم الامريكان ما قصروا، فاتوا على كل قيادات الصف الاول الشيعيه، الفوق والجو الدينيه والشرعيه والسياسيه، وقالوا لهم هذا ترى احنا يعني نضرب. اي نعم. فلا تمشون هذا القانون. ايش قد حاولنا نفهمهم كذا الى اخره، خصوصا احنا السنه والله ياخذ كلامنا انه يابا والله ما بي شيء، هيكليه هذه، هو اصلا الحشد بيه قانون ومقرر وده ياخذ رواتب الامريكان. يقول لك احنا لا تناقشونا. الفوق يقول ما اريد، واذا يسوونه عقوبات كالاتي: عقوبات سياسيه نرفع الغطاء السياسي حسب القانون اتفاقيه الاطار الاستراتيجي، عقوبات اقتصاديه نرفع الحمايه عن فلوسكم وتروح كلها للشركات، اخذهم قدامكم دكتور، ونرفع الحمايه الامنيه، والهول موجود، مخيم الهول موجود، والذئب على الابواب. احنا ايش قلنا؟ قلنا هاي التهديدات قد تكون استفزاز يعني وهميه، يعني مناوره. احسنت. لكن افرض 5% صح نوقع به. طلع السؤال الاتي: انتم تريدون تحمون ولدكم لو تجازفون بهم؟ لا نحمي ولدنا. نحمي ولدنا. خلاص قانونهم ماشي، رواتبهم ماشيه، امورهم عدله. هل ترتيب هذا الهيكليه نقدر ناجلها شهرين ثلاثه اربعه ورا الانتخابات الى ان تفك الازمه ونمشيها؟ ليش نجازف؟ شوف احتمال كل شيء ما يصير، واحنا كان بامكاننا في البرلمان عبر ببساطه شخطة قلم. هذا شخطة قلم ما عندنا مشكله. فالقوى الشيعيه الكتل الشيعيه اقتنعت كلها بالاجماع، ما عدا واحد من افراد يعني تدي القرار في البرلمان قرار جمعي طبعا 166 من يتخذون قرار يصير شرعي. ال 165 المراضين هم يشكلون موقف تمام. لكنه شنو؟
ما يقدر يكسرون القرار. زين. فصار الامر انه مشوا مؤقتا، عبروها ولذلك لا احد يتحمل المسؤوليه بمفرده ابدا. حتى مع احتواء الازمه كان المالكي له دور، مو يقول لك لا في الموضوع لانه كان ياخذ الرسائل الامريكيه الكل. ماكو ولا واحد منهم حتى المتطرف جدا هو مقتنع انه سلامتهم امن.